هو علي الدقاق اصلا ضحيه؟ ولو ضحيه فهو ليه ضحيه؟ طب هو ضحيه مين؟ بنتعرف من اول مشهد في الفيلم وفجاه كده وبدون اي مقدمات على علي الدقاق، شاب اسكندراني بيشتغل على تاكسي وابن وحيد لوالدته. علي ظهر قدامنا وهو على وشك انه يعمل اول عمليه سرقه في مسيرته الاجراميه. هو مش حرامي اصلا ولا عايز يبقى كده، ولا دي اساسا سكته، ولا هو شخص وحش حتى ولا مؤذي، لانك بتلاقيه في اول الفيلم بيلعب في نمر التاكسي اللي شغال عليه واللي هينفذ بيه العمليه، وبيغير في النمر بتاعته عشان صاحب التاكسي ما يتضرش لو حصل حاجه. علي قبل بالوضع ده لانه كان محتاج قرشين عشان يكمل تمن سفريته لايطاليا، السفريه اللي كانت من وجهه نظره هتغير حياته وحياه والدته للاحسن. علي فتاح خزن ماهر وارث الشغلانه من اهله ابا عن جد، وده اللي بيخلي الحرامي نبيل يستعين بيه في عمليه سرقه لشركه صرافه كان مجهزها ومحضر لها من بدري. لكن فرق التوقيت بين القاهره واسكندريه بوظ التخطيط والتجهيز دول، وبوظ معاهم حياه علي كمان، لانه دخل هو ونبيل الشركه في غير ميعادهم، وده خلى يحصل التحام بينهم وبين فرد الامن اللي شغال فيها. الالتحام اللي وصل علي انه يقتل الراجل وهو فاكر انه بيدافع عن نفسه، ووصله كمان للتأبيدة. ووصلنا احنا بقى لبداية حلقتنا. الفيلم بياخدنا في الاول على لحظة الحكم على علي بالتأبيدة، وبعدين على اول ايامه في السجن، وازاي كان بيتعامل معاملة قاسية لمجرد انه سجين مستجد، ويعني ما بيعرفش يسايس، ما بيعرفش يمشي الدنيا ولا يتمحلس للمساجين القدام، والوضع ده ما بيعجبهمش فبيدوله علقة محترمة، وبعدها بيتعزل عن باقي المساجين وبيتحبس في حبس انفرادي، اوضة كبيرة مليانة بالضلمة، والضلمة دي بتتقطع لما بوابة الحبس الانفرادي بتفتح وبيدخل منها للزنزانة نور، حرفيا يعني نور هينور الحبس الضلمة وهينور حياة علي الدقاق برضه اللي هي كمان كانت ضلمة. بيظهر هنا في حياة علي العميد شوقي، شخص غامض بيعرض عليه عرض ما ينفعش يترفض. ايه رأيك لو طلعتك برا كل ده واديتك حريتك في مقابل خدمة؟ وعلي من غير ما العميد يكمل الكلام حتى وافق، من غير حتى ما يسمع الخدمة دي عبارة عن ايه. حياة علي في السجن كانت مرة لدرجة خليته عايز يتخلص منها بأي تمن، حتى لو كان التمن ده تنفيذ خدمة مجهولة لشخص أول مرة يقابله. بينفذ العميد الجزء الخاص بيه من الاتفاق. الشخص اللي كان في السجن بقى دلوقتي حر. علي على الورق مات نتيجة هبوط حاد واتدفن كمان وطلعت جنازته. علي الدقاق ما بقاش موجود على الأقل على الورق، ودي حاجة خليته يفكر ان خلاص كده الماضي مات واتدفن مع الجثة المزيفة اللي اتدفنت مكانه. عدينا من كل ده بسلام وهربنا من التأبيدة. جه الوقت بقى لتنفيذ الجانب التاني من الاتفاق مع العميد شوقي. بعد ما خده ودربه شوية كشف له الخدمة اللي عايزها منه، اغتيال جاسوس إسرائيلي وسرقته عشان معاه أوراق مهمة، وهي مش خدمة شخصية، دي حاجة لمصلحة البلد مصر يا علي. ولما جه وقت العملية علي نفذها على أكمل وجه وحقق انتصار للبلد على العدو، ومكافأة الانتصار ده كانت حياة جديدة لعلي وفرصة السفر والشغل بره اللي كان بيحلم بيها، بس للكويت يعني مش لإيطاليا. ما ينفعش ايطاليا. اشمعنى؟ يعني كان نفسي اروحها. تعال على نفسك المره دي وخليها الكويت. يا رب مشاكل من دي. الاحداث بتاخدنا لبعد 6 سنين من عمليه العميد شوقي، وبتعرفنا على تاجر العربيات عبد الرحمن هلال، الشخصيه الاجتماعيه اللي رسمها علي من سفره بره. شاب كان عايش في الكويت واهله توفوا من زمان وبدايته كانت من الصفر، محدش يعرف عنه حاجه ولا ليه معارف ولا اي اصحاب. شخص غامض لكن اللي حواليه مش حاسين بغموضه، لان صورته الاجتماعيه حلوه جدا. صاحب معرض كويس ماديا نوعا ما، وعنده اسره صغيره مكونه من مراته وابنه علي. الاسم اللي سموه له عشان يحس ان علي لسه موجود، لان رغم كل مشاكل علي والصعوبات اللي مر بيها هيفضل هو الاصل اللي عمره ما راح عن بال علي، وفضل فاكره وفاكر ناسه. وبنشوف ده في كميه جوابات الفلوس اللي بيبعتها مع مدير مكتبه الحبايب القدام في اسكندريه، واللي والدته اكيد اولهم. علي او عبد الرحمن كان عايش حياه سعيده، حياه شبه مثاليه وهاديه لاقصى درجه، لكن الدنيا ما بتمشيش كده، او ما بتمشيش كده لوقت طويل. يعني هي كانت ماشيه تمام وزي الفل لحد يوم عيد ميلاد ابن علي، ولحد ما ظهر في حياته صديق قديم كان فاكر لما شافه ان دي مجرد تهيؤات بسبب الارهاق، لكن ظن علي كان خاطئ. ده فعلا العميد شوقي. انا هفضل طول عمري عميد. ليه يا علي؟ جاي بعد 6 سنين عشان يطلب خدمه تانية من علي الدقاق، وبرضه مش خدمه، ده واجب وطني. مصر يا علي. علي بيتردد، بيزمزق، بيكون مش عايز انه يدخل في اي مخاطره، لانه دلوقتي بقى عنده حاجات يعيش عشانها ويخاف عليها. الاول كان لا، ده غير ان وقتها ما كانش قدامه حلول، ما يا اما هنا يا اما 25 سنه حبس، ودي مهمه وطنيه تبع الحكومه. يعني علي الدقاق الحرامي النكره بقى فجاه بطل وبيخدم البلد، لكن هو دلوقتي بقى مش مهتم، ولا كان كده وقتها حتى. هو مش فارق له قوي جو البطوله والوطن والكلام ده، مش في دماغه. ودي حاجه لو بصينا لخلفيه علي وهو جاي من ايه هنلاقيها مبرره جدا. هو اصلا كان عايز يسافر لانه ما كانش لاقي عيشه كويسه في بلده، لدرجه خلته ينحرف عن مسار عيلته اللي ما فيهاش ولا واحد سوابق ولا دخل اسم ويبقى حرامي. فواحد جاي من خلفيه زي دي مبرر جدا انه ما يبقاش عنده حب حقيقي للبلد، ويفكر كذا مره قبل ما يضحي بكل حاجه عشانها. هو كان الاول مجبر وبيعمل خدمه لشوقي زي ما عمل له واحده بواحده يعني، انما دلوقتي هو عنده حريه الاختيار وقدره الرفض بقلب جامد كمان، وده اللي بيحصل فعلا. علي ما وافقش على طلب شوقي وحاول يخلع منه باي طريقه حتى لو بالرشوه، وده بيخلق صراع في الفيلم هنا شبه شويه صراع كان حاصل في فيلم تاني وهو فيلم تيتو. صراع بيكون فيه البطل في مواجهه ضابط عايز منه حاجه، والقبول صعب على البطل، والرفض طبعا هيسبب له اذيه. تحس ان الفيلمين فيهم من بعض بشكل كبير. ضابط بيستغل مجرم وبيملي دماغه بان ده بيحصل للمصلحه العامه وان احنا الابطال اللي بيحاربوا الشر. رفعت السكري كان بيقنع تيتو ان هو ماشي صح وان
بس ما احنا بنعمل ايه يعني؟ احنا بناخد فلوس الحراميه نستثمرها نعمل بيها مشاريع تنفع البلد وبنقبض عليهم. اما شوقي اكتفى انه يقول لعلي ان هم يعملوا عمليه ضد عدو اسرائيلي. كلمتين عرفوا يقنعوا الشيخ يشارك في سرقه بنك، مش هيعرفوا يقنعوا حرامي بعمليه. لكن قرب نهايه الفيلمين طلع رفعت السكري ظابط فاسد، وشوقي بقى ما طلعش ظابط اصلا، ده مزور محترف اسمه عادل عرابي. شاف قضيه علي في الجرايد وقال بس احنا نجيب الواد ده، هو كده كده خسران كل حاجه، فقشطه يعني مش هيرفض اي عرض. كل حاجه حصلت في السجن كانت بتخطيط من عادل. ضرب المساجين ومضايقتهم لعلي كان بامره، وعمل كده عشان يضغط عليه، وضغط عليه هو شخصيا وبشكل مباشر لما زاره في الزنزانه. وده بان جدا في صيغه كلامه اللي كان فيها تهديد من تحت لتحت، وكلام بقى من نوعيه ده انت لسه بتبدا واستحمل، لان ده اللي هيكمل معاك طول مدتك، الا لو يعني وافقت على العرض بتاعي، بين قوسين اختيارك الوحيد اصلا، الا لو كنت عايز تكمل في دايره الاهانه دي 25 سنه. اختار اللي انت عايزه، اختار يا حبيبي. ووافق علي على عرض عرابي، وعرابي زور له ورق خروجه من السجن ونفذ بيه المهمه، ويا دوب خلصت وعلي سافر قام عرابي مقبوض عليه وطلع من السجن بعدها، وكان عايز يكمل استغلال في علي لان هو اللي باقي قدامه اصلا، فرقته كلها سابته وما شفناش ولا واحد فيهم بعد ما ظهر تاني، ولا حتى النقيب هدى. عرابي لما رجع كان عايز علي يسرق اوراق من شريكه اللي غدر بيه، كان عايز يستغله تاني. وده بقى يجيبنا لموضوع الحلقه، هو علي الدقاق اصلا ضحيه؟ ولو ضحيه فهو ليه ضحيه؟ طب هو ضحيه مين؟ الحقيقه علي الدقاق ضحيه، وضحيه لظروف وناس كتير قوي كمان، من اول البلد اللي ما وفرتلوش عيشه كويسه ليه ولا علاج لوالدته، اللي على كلامه بتسحب علاج ب 1400 جنيه في الشهر، واللي اشتغل كذا شغلانه عشان يوفره لها وبرضه ما عرفش، وبرضه البلد ما وفرتلوش تعليم كويس عشان يفهم يعني ايه فرق التوقيت، او يفهم على الاقل ان الدفاع عن النفس ده يعني انك تبقى بتدافع عن نفسك من حد هجم عليك في ارضك، مش بتدافع عن نفسك ضد حد اصلا انت اللي هاجم عليه. يمكن لو ده حصل ما كانش قتل فرد الامن، ما كانش دخل المكان قبل وقته. في الحقيقه لو كان معظم الحاجات اللي قلتها دي اتعملت ما كانش هيبقى في فيلم من اصله. يعني لو كان علي عايش عيشه كويسه مثلا وعلى الاقل علاج والدته متوفر، ما كانش قاعد يعافر ويشتغل اي حاجه عشان يجمع فلوس ويسافر، وهو غالبا كان هيسافر تهريب ويغامر بحياته عشان يمكن تظبط معاه هناك ويعيش ويعيش والدته عيشه كويسه. يمكن ما كانش مر بقله الحيله اللي خلته وقع فريسه سهله لنبيل وزمايله الحراميه، لان علي مش ضحيه البلد بس، هو اكيد ضحيه اشخاص زي نبيل وزمايله، واكيد عادل عرابي اللي ما عتاوش بعد ما نفذ له المهمه اللي طلبها منه في الاول، وجاله بعد مده كبيره ودخله في حوارات مش بتاعته، وخلاه يكسب عداوات مع ناس ما يعرفهمش، وقضى بدم بارد على حياته الهاديه. هو قدم له خدمه في الاول وهي فعلا خدمه، ده خرجه من تأبيده، لكن بعدها ما قدملوش غير الدمار والخراب، لان القصص اللي عرابي دخل علي فيها جرت معاه حياه ابنه، وقضت على اسرته البسيطه اللي ما كانش عايز حاجه من الدنيا غيرها. ابن علي اللي سماه على اسمه اتقتل، وكأن موت علي الدقاق اللي حصل على الورق من 6 سنين ما كانش كفايه، والماضي ما اتردمش عليه ولا مات زي ما علي الكبير كان فاكر. وده برضه بيرجعنا لتيتو ورائعه هاني عادل، الحكايه ما بتنتهيش، او بالظبط الكوبليه بتاع دلوقتي بس عرفت ان مكتوب على جبيني ان اللي فات ما بيتنسيش. ده بالظبط اللي حصل هنا، والماضي ولون الدم ما كانوش عدوا، ورجعوا يطاردوا علي الدقاق وما عرفش يهرب منهم رغم المده الكبيره اللي عدت. علي الدقاق ضحيه الجهل والفقر والاستغلال وقله الحيله وللاسف الغدر، لان الشخص الوحيد اللي امن له في حياته الجديده وما ادالوش اي اخوانه غدر بيه وسلم رقبته لمجرد انه كان عايز فلوس. سيستمه كان كده. علي في الاخر اتعاون مع الشرطه على عرابي، وعرف كمان يقتله بايده، لا وكمان يقتله دفاع عن النفس، لانه قانونا هو متهجم عليه في معرضه. القانون اللي كان اصلا عرابي شرح معناه لعلي فهمه وعرف يستغله ضده. يعني لو صاحب شركه الصرافه او الحارس قتلوك انت وزميلك كان اخدوا ورقك، هو ده الدفاع عن النفس لان المكان ملكهم. رجع بقى علي بعدها السجن يقضي مدته ويحاسب على جرايمه اللي ارتكبها ويدفع اضعاف الثمن كمان، لانه انتهى نهايه احزن بكتير من اللي كان هينتهيها في الاول. احنا ما شفناش السعاده في حياه علي الاولى، لكن شفنا السعاده والفرحه في حياته وهو عبد الرحمن، وشفناها برضه وهي بتتلاشى تدريجيا وبتتحول لسواد زي ما هو كمان شافها بعينه، وزي ما برضه شاف حياته اللي قبل كده. يعني هو حرفيا حياته اتدمرت مرتين، اللي كانت سعيده واللي حتى ما كانتش. علي الدقاق عمل حاجات غلط كتير، لكن ما كانش عنده اي مشكله في الاخر انه يسلم نفسه ويتحاسب عليها، رغم انه كان ممكن يهرب، مش هيغلب يعني، زي ما كان يقدر يهرب برضه ويسيب نبيل مع الجثه ويغدر بيه من الاول زي ما هو نفسه عمل معاه، وسابه بيتضرب بعد ما استنجد بيه وخلع. وفي حاله علي الهروب كان هينقذ حياته كلها، مش بس هينقذه من شويه ضرب. لكن علي ما عملش كده، وما فكرش مرتين واختار انه ينقذ صاحبه وما يغدرش بيه، وما فكرش مرتين برضه انه بعد حياه مليانه بالغلط يعمل الصح. اعمل انت الصح معايا بقى ايه، واعمل لايك وسبسكرايب وشوف القديم واستنى الجديد وكده يعني، اعمل لي فولو على فيسبوك كمان لو مهتم.